يا جماعة اللي حصل في سنترال رمسيس الأيام اللي فاتت كارثة بكل المقاييس. يعني مش بس حريق، لا ده حريق كبير حصل 3 مرات ورا بعض، وراح فيه أرواح 4 موظفين من الشركة المصرية للاتصالات ماتوا، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم. النيابة العامة بدأت على طول التحقيقات وصرحت بدفن الجثث ال4، وفي نفس الوقت شغالة على كشف كل تفاصيل اللي حصل. هل في إهمال؟ هل في تقصير؟ ولا في سبب تاني خالص؟ كله بيتحقق فيه دلوقتي ومحدش فوق القانون. القصة بدأت لما جالهم بلاغ في غرفة عمليات النجدة إن في حريقة كبيرة جوه سنترال رمسيس في قلب القاهرة. على طول اتجهت سيارات الإطفاء وحاولوا يسيطروا على النار، بس للأسف الحريقة كانت عنيفة وسببت وفيات وإصابات وخسائر مادية كبيرة. الغريب إن الحريق ما حصلش مرة واحدة وخلاص، لا ده اتجدد 3 مرات. يعني أول مرة ولعت، طلعوا الحماية المدنية طفوها وبدأوا عمليات التبريد، وبعدها بساعات النار اشتعلت تاني بعد دور تاني ورجعوا طفوها، وبعدها برضو للمرة الثالثة النار اشتغلت من جديد. يعني كان في حاجة غلط، يا إما في مشكلة المبنى نفسه، يا إما في مواد قابلة للاشتعال، أو في تقصير في إجراءات الأمان. النيابة ما استنتش كتير، على طول اتحرك المحامي العام لنيابة شمال القاهرة ومعاه فريق كامل من النيابة، وراحوا لمعاينة المكان من بره. وطلعت المعاينة الأولانية بتقول إن الحريق حصل في المبنى الرئيسي للسنترال اللي فيه 11 دور، وكمان في مبنى ملحق مخصوص الاتصالات الدولية في 6 دور. وفريق تاني من النيابة راح المستشفيات القريبة علشان يسمع أقوال المصابين. في 24 مصاب اتحولوا للمستشفيات، منهم حالات حرجة وناس اتعرضت للاختناق. النيابة كمان نظرت الجثث ال4 وندبت الطب الشرعي عشان يعملوا الكشف الظاهري عليهم ويحددوا سبب الوفاة بالظبط، وسحبوا عينات الDNA عشان يتأكد من هوية الضحايا. وطبعا مش بس كده، النيابة كمان هتتأكد إذا كان في إجراءات سلامة وصحة مهنية متوفرة ولا لا. هل السنترال كان متأمن كويس؟ هل طفايات الحريق كانت موجودة وشغالة؟ هل كان في تدريبات للموظفين يتعاملوا مع الطوارئ؟ كل ده النيابة بتحقق فيه دلوقتي. البرلمان المصري كمان مسكتش، على طول استدعوا وزير الاتصالات وطلبوا منه توضيح رسمي عن اللي حصل. ازاي تحصل حريقة 3 مرات في مكان المفروض مأمن عليه وعليه رقابة؟ واللي زاد الطنبلة ان في موظفين ماتوا، يعني مش مجرد خسارة مادية، احنا بنتكلم عن ارواح. والكارثة الاكبر ان ده سنترال كبير جدا بيخدم منطقة ضخمة، واي اعطال فيه بيتأثر فيه عن خدمات الاتصالات في مصر. وده معناه ان لازم يكون في خطط للطوارئ وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع اي ازمة زي دي. وسائل الاعلام طبعا غطت الحدث، والناس على السوشيال ميديا مش ساكتة. في ناس بتقول ان في اهمال واضح، وناس تانية بتتكلم ان عن السبب اللي ممكن يكون ماس كهربائي او تسريب غاز او حاجة في التكييفات، لكن مفيش حاجة مؤكدة لحد دلوقتي. كل اللي نعرفه ان في 4 موظفين ماتوا و24 مصاب، وحريق اتكرر 3 مرات، وتحقيقات شغالة، وفي غضب شعبي واضح، والناس مستنية اجابات. وطبعا احنا في انتظار بيان رسمي نهائي من النيابة بعد ما تخلص التحقيقات، والناس عايزة تعرف مين المسؤول، وهل في حد هيتحاسب ولا هيتقفل الموضوع وخلاص. الناس مش ناقصة مصايب، واللي حصل ده لازم يكون جرس انذار لأي جهة بتتعامل مع أرواح الناس. خلينا نتابع مع بعض، وأنا هتابع معاكم أي جديد يحصل في القضية، سواء النيابة أو البرلمان أو وزارة الاتصالات نفسها. وإن شاء الله ربنا يرحم الضحايا ويشفي المصابين ويحفظ بلدنا مصر من كل شر. وبكده يكون انتهى الخبر بتاعنا. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تدعمنا بلايك واشتراك، وتنتظرونا في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.